اول مباراه لشمس الدين الطلبي من بعد ما رجع للمنتخب جلس في الاحتياط ما عقل عليه حتى واحد، وهذا الشيء كان متوقع وكان منتظر حيت الاتحاد البلجيكي لكره القدم كان مصر انه باش يستقطب شمس الدين الطلبي، ولكن المسؤولين ديال المغرب ديال الجامعه الملكيه داروا العصا في الرويضه للسيد وجابوه، يعني حروه اما يختار ما بين يكون مغربي ولا ما يكونش مغربي، ولكن كما قلت الا ما اختارش المغرب ما كيعنيش انه ماشي مغربي. على اي راه جابوه دابا متوقع ومنتظر انه غادي تلقى الاهمال في كلوب بروج من هنا حتى 30 في شهر 6 2027، غادي يبقى غير في دكه البدلاء. هذا الشيء متوقع وكنتمنى اننا نكون غلط، وحنا عارفين القيمه ديالو السوقيه كتساوي 8 مليون يورو. كنتمنى سيدي الا تعرض الاهمال في هذا النادي هذا تجيبوا الجامعه الملكيه للدوري ديال البطوله الوطنيه ويخلصوه ب 8 مليون يورو. هذا هو البديل. يختار المغرب، حتى المغرب خص يلقاه الوقيته اللي يحتاجه وتعطي له 8 مليون يورو. هذا هو الحل. السيد زرفتوا مع النادي، كان الاتحاد البلجيكي لكره القدم مصر باش يسد السيد، وانتم قلت له لا هذا مغربي وغادي يجي المغرب. المهم كنتمنى انني نكون غلط في هاد التوقعات هادو. السلام عليكم.